أما سوء الخاتمة في هذا الفيديو فسيكون عن وفاء مكي، الفنانة اللي بدأت خطواتها في التمثيل بهدوء لحد ما لفتت الأنظار بدورها الشهير في مسلسل ذئاب الجبل وبقت حديث الناس والبيوت. لكن فجأة الأضواء اللي كانت بتنور لها الطريق اتحولت لنار بتحاصرها من كل اتجاه، والسؤال اللي فاضل يدوي لسنين: إزاي فنانة كانت في قمة النجاح تتحول لمتهمة في واحدة من أبشع القضايا الإنسانية؟ القصة بدأت لما طلعت أنباء عن تعذيب خادمتين شابتين في بيت وفاء مكي، هنادي وسمية. البنات دول كانوا بيشتغلوا عندها وفجأة اختفوا، وبعدها ظهرت واحدة منهم في المستشفى ووشها وجسمها مليان كدمات، حروق وآثار تعذيب لا يتحملها بشر. التحقيقات كشفت إن وفاء كانت بتتهمهم بالسرقة، لكن بدل ما تلجأ للقانون قررت تنتقم بإيدها. وتقارير الطب الشرعي قالت إن التعذيب حصل بطرق وحشية: كيب النار، ضرب مبرح، وانتهاك صارخ لكرامة الإنسان. لكن الصدمة الأكبر إن والدتها شاركتها الجريمة. القضية اتفتحت والرأي العام اشتعل، والقنوات كانت كل يوم بتتكلم عن النجمة اللي عذبت خدمتها. وفاء أنكرت كل الاتهامات وقالت إن دي مؤامرة وإنها ضحية، لكن الأدلة كانت واضحة والشهادات ما سابتش مجال للشك. وفي النهاية صدر الحكم: 10 سنين سجن لوفاء مكي وعام مع الشغل لوالدتها. لكن رغم الحكم خرجت وفاء بعد أقل من 5 سنين بسبب حسن السير والسلوك. وبعد ما خرجت حاولت ترجع، لكن الجمهور كان اتغير، والقلوب اللي كانت بتحبها بقت مش قادرة تنسى. فنانة كانت في يوم من الأيام مثال للرقة اتحولت في نظر الناس لرمز للقسوة.